ازيكم يا حبايب قلبي متابعين بسمة الحلوين. النهارده فيديو مختلف خالص عن كل الفيديوهات اللي احنا عملناها. يا ريت لو اول مره تشوفوني تدعموا الفيديو وتشتركوا في القناه. بصوا يا حبايب قلبي، النهارده انا بعشق الفسيخ، مش قادره اقول لكم ازاي باكله، فقلت والله لا جايباه واعمله في البيت. محتاجه النهارده معايا سمكتين كده. هو المفروض ان هو ده بوري بس مش بوري، ده الشبار يعني اللي هو تقليد البوري، عشان الراجل ما جابليش بوري. فانا غسلته كويس وفتحت النغشيش بتاعته وغسلتها وحطيت المناديل دي عشان تلم الدم والقرف ده. فبطلع كل المناديل بتاعتي، سايباه من بدري بيتصفى. وبرضو هجيب منديل تاني كده، اجرب كده اشوف كله اتصفى كده الدم ولا لا. بصوا كده هقدر اعمل عليه كده. هو المفروض يعني تجيبوا السمك صاحي، طبعا انا مش هلاقي السمك ده صاحي، فانا الموجود الصراحه جبته عشان انا نفسي اكله وعايز ان انا اعمله في البيت. برضو مش حابه ان انا كل شويه اشتري كيلو ب 200 جنيه وب 220 جنيه. طب معايا السمكتين اهم، طبعا محتاجين 5 7 8 10 شنط كده. الشنط اللي في البيت كلكم بتاعتكم كلها لموها وهاتوها. ده ملح، المفروض احنا نجيب الملح اللي هو رشيد الخشن خالص، طبعا مش متوفر عندي. هنقف لما نقفش هنعمل ايه؟ جبنا الملح الخشن شويه اللي هو بنباع في المحلات بتاع المخللات. محتاجين مقدار فنجان من الزيت ومعلقه واحده من الكركم. هننزل بالكركم بتاعي هنا كده ونقلبه كويس. بصوا هنقلب كل الملح كده تمام. بصوا محتاجين السمك عندي هنا كده. هنشيل الزيت دلوقتي عشان مش هنحطه، وهنمسك الغياشين بتاعته او النغشين بتاعته ونحط فيها من الملح كده. هو الفرق في الخشن ليه؟ لان الملح الخشن ما بيخلوش حادق قوي، يعني ده هيخليه حادق زياده سنه يعني، بس احنا ناكله مش هنطوله يعني. هو اللي قال لي اعمليه النهارده وكليه على يوم الخميس ان شاء الله، فاحنا ممكن ناكله الجمعه عشان يكون استوى خالص احسن. خلاص كده هنجيب كيس بتاعي، كيس ابيض عادي، ونحط واحده كده. هنحط التانية عكسها، راس اسد اسد الديل التاني زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كده اهو، وهنرش عليهم شويه من الملح، مش هنكتر بقى عشان ما يبقاش حادق قوي اهو. خلاص كده محتاجين بقى اخر حاجه؟ فنجان الزيت. بص والله انا خايفه فعلا عشان ما يبقاش مش. ونمسك الكيس بتاعي كده ونلفه، هنحطه جوه كيس. هنكرر العمليه ديت اكتر من 6 7 8 اكياس كده، نلفوه كويس وينشال في منطقه ضلمه خالص ما يخشهاش نور. في فرن البوتاجاز لو انتوا مش بتشغليه على طول، في الميكروويف لو مش شغاله عندك، اي حاجه ضلمه يعني ما يكونش عايزينه في اضاءه، ما يكونش فيه شمس برضه. كده اهو، انا كده اهو. طبعا برضه هنبستره خالص بالاستريبش ده ونقفله تقفيله كويس اهو كده 4 اكياس، وهنلفه بالاستريبش تاني ونحطوه كده لمده النهارده التلات، يعني هنقول 5 ايام ونفتح عليه. هو قال لي 3 ايام بس انا 5 ايام عشان انا ما لقيتش الملح التاني، عملت بالملح الخشن ده، ما لقيتش الملح الرشيدي. 5 ايام وافتح عليه ونبقى نفتحوه سوا بقى ونشوف الريحه ونشوف الطعم بتاعه بقى هيكون عامل زي اللي بره ولا بتاع البيتي افضل يعني. والبلدي يوكل اكيد طبعا بتاع البيت هيكون افضل. يلا السلام عليكم قلبي. ده شكل الفسيخ بعد ما غلفته اهو. بصوا غلفته بالستريبش راب كتير بعد اكتر من 5 اكياس. بصوا ده بيكون شكله. هنشيله بقى في مكان ضلمه لعدة 5 ايام ونفتح.